الحمد لله رب العالمين. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الكفر والكافرين بقهره وجبروته. هو القوي فوق عباده فلا يدافع، هو الممسك المعطي فلا يمانع، عز كل ضعيف وغوث كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره. هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية والظاهر بلا تجسد والباطن بلا خفاء. ليس كمثله شيء ولا يخفى عليه شيء، لأنه خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الأنام على وجودك شاهد. يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك على الجبين الساجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إرغاما لمن جحد به وكفر. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا شيء قبله ولا شيء بعده. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا وهادينا إلى الخير محمدًا رسول الله. صلى الله عليك يا قائد الغر المحجلين. نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت بفضل الله الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاك الله عنا يا سيدي يا رسول الله خير ما جزى نبيا عن أمته. ونترضى عن ساداتنا وقاداتنا أصحاب الفضل العلي والقدر الجلي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والأزواج والقرابة، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمة من عندك يا رب العالمين. أما بعد، فيا أهل التوحيد والإيمان، يقول الله تعالى وهو يقسم بكلامه جل في علاه، يقسم ويقول والفجر وليال عشر. لولا أن الأمر عظيم لم يقسم ربنا. أقسم بالفجر لأن له مكانة عند الله عز وجل من قيام وصلاة وذكر وقرآن. فقد قال الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لم يقل قرآن الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، إنما قال وقرآن الفجر، لأن هذه الساعات لها مكانة ورحمات عند الله عز وجل. فالخواص في الأوقات والأزمنة لها مكان. إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. وأقسم بالفجر وليال عشر، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها خيرا من هذه الأيام، أي يقصد العشر من ذي الحجة. وعندما سئل ابن رجب الحنبلي قالوا أهي أفضل أم
أيام رمضان؟ قال: بل هي إلا ليلة القدر، إلا ليلة القدر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بماله ونفسه ولم يعد من ذلك بشيء، ذهب ماله واستشهد على الثغور. الأيام العظيمة، وخصوصا في هذه الأيام القادمة من 1 ذي الحجة إلى 10 ذي الحجة، أيام عظيمة عند الله أقسم الله بها من عظمتها، علينا أن نتقرب إلى الله فيها، وخصوصا أن نكون متواضعين، وخصوصا عندما تكون الأعمال لا رياء فيها ولا سمعة ولا تكبر، لأن العمل إن دخل فيه الرياء والسمعة والتكبر ذهب هباء منثورا. اسمعوا إلى قصة جبلة بن الأيهم عندما دعاه عمر إلى الإسلام وجاء إلى المدينة، وجاء معه 500 من التبع، وكل لباسهم مزين ومزخرف بالذهب والفضة، وكان له تاج عظيم، وكان من ملوك الغساسنة. اسمعوا، عندما نخلص الأعمال لله يتقبل الله منا، ولكن عندما أتصدق في هذه الأيام أصور سيلفي، انظروا أعطيت الفقير، عندما أعمل الخير أتصور من أجل الرياء والسمعة، لا، يذهب هباء منثورا. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إن الله يعلم ويرى. فعندما جاء إلى عمر وبايعه وقال صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إن صلحوا، وأراد أن يحج، هو قد ورث الملك كابرا عن كابر من أبيه عن جده عن جد جده الغساسنة، ملوك الغساسنة. فإذا برجل فزاري يسقط رداء جبلة بن الأيهم الغساني، فما كان من جبلة إلا أن رأى هذا الفزاري فلطمه على أنفه فسال الدم، فقال: لأشكونك إلى أمير المؤمنين عمر. عندما كانت ترفع الشكوى إلى القاضي أو إلى ولي أمر المسلمين كانوا يأخذون حقوقهم. في الأمس أناس كثيرون قد ادعوا على حقوقهم وواجباتهم التي سرقت من بيوتهم ومن مصانعهم، فالقضاء الفاسد قد أخلى سبيلهم، أخلى سبيل الشبيحة والسارقين الذين سرقوا أموال المسلمين، المجاهدين، الثوار. القاضي ظننا أننا استبشرنا خيرا أنهم أقيلوا، ولكنهم على رأس عملهم لم يقالوا ولم يغيروا. بعد أن أصدر مرسوما لم نرى قاضيا واحدا قد غير، وأن 52 قاضيا ما زالوا على رأس عملهم. الفزاري لو لم يعرف عدالة عمر لم يقل: لأشكونك إلى عمر. عندما يكون العدل أساس الحكم تنهض الأمة وترتفع وتسمو الأمة، ولكن عندما يرى الثوار والمجاهدون أن حقوقهم بأيدي الشبيحة القضاة، العدل لم يبنى بعد، إلى الآن بيوتهم لم ترد، عقاراتهم لم ترد.
هذا الفزاري أراد أن يشكو إلى عمر وهو يعلم أنه سوف يأخذ الحق، فعندما وقف أمام الفاروق قال: يا أمير المؤمنين، إن جبلة بن الأيهم قد ضربني. فما كان من عمر إلا أن قال: اجلبوا لي جبله. ما قال والله هذا ملك، ولم يقل أن هذا عنده ملك الشام ويملك آلافا من الجنود، لم يخف ولم يراعي أنه دخل في الإسلام جديدا، ولم يراعي الأقليات، إنما قال: إلي بجبله. فجيء بجبله، قال: يا جبله، القصاص يا جبله، أو تضربه؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنا ذو تاج ملك وهو سوقة من عوام المسلمين فزاري. العرب إذا أرادت أن تعير العربي كانت تقول له يا فزاري، لأن القبيلة فزارة أضعف القبائل العربية، ولكن في الإسلام يؤخذ من الضعيف ويضرب على يد القوي إن كانت الدولة عادلة مقسطة وليست بظالمة. القصاص يا جبله. فقال: أنا ذو تاج أو يضربني وأنا من ملوك الغساسنة؟ قال: ليس عندنا لا ملك ولا سوقة، كلكم سواسية كأسنان المشط. قال: أمهلني حتى الغد يا أمير المؤمنين. حتى كان في ظلمة الليل أخذ أتباعه وهرب إلى هرقل وارتد عن الإسلام. لله در عمر، والله ما ذكر عمر في موطن إلا هرب الشيطان وهرب المنافقون. من أجل ذلك كان الروافض يكرهون عمر، لأنهم شياطين الإنس، لأنهم من شياطين الإنس. دارت الأيام، فذهب رجل من الأعراب فوجده عند هرقل وقد أهدق عليه من القصور والجواري والإماء والعبيد والأموال، وعاش عيشة راغدة، ولكنه عاشر قوما لا يعرفون لغتهم. فقال: ألم تندم على فعلتك يا جبلة؟ قال: بلى. فأنشد يقول: تنصرت الأشراف من عار لطمة، وما فيها لو صبرت ضرر، وكيف بعت العين السليمة بالعور، ويا ليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر، ويا ليتني أسيرا عند ربيعة أو مضر، ويا ليت لي أدنى معيشة أرعى فيها العود الكبير مع الدبر. تندم لأنه خالط قوما لا يعرفون لغتهم. نعم، الأيام المباركات سوف تأتينا، فلا نظهر لله كبرا ولا تكبرا، وإنما نظهر لله ما يحب من طاعات وعبادات وقربات إلى الله عز وجل. أيام العشر من ذي الحجة، هذه الأيام المباركات سوف تأتينا على هذه الأمة، فعلينا أن نغتنمها، ليس بالملاهي ولا بالمسلسلات، إنما بالطاعات. نريد أن نعمر المساجد كما كان في رمضان في الصلوات الخمس، وخاصة عند صلاة الفجر. نريد أن يمتلئ المسجد في صلاة الفجر ونحن نتضرع إلى الله أن لا يخذل هذه الأمة، وأن يولي علينا من يقودون زمامها إلى شاطئ النجاة لنصرة المستضعفين. كلنا مقصرين، وكلنا مذنبون، وكلنا نريد رحمة الله عز وجل،
فهذه هي أيام الله آتية إلينا، تحمل لنا البشريات وتحمل لنا رحمات من الله ومغفرة. وأقسم الله بهذه الأيام فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر هل في ذلك قسم لذي حجر. فالله تعالى رحيم بهذه الأمة ورحيم بأهل الإسلام، إن تقربوا إليه وإن رفعوا أكف الضراعة، وينتظر من العبد توبة. لم يخلقنا ربنا لكي يعذبنا، إنما خلقنا لكي نعبده ويغفر لنا ويدخلنا الجنة. فعلينا أن نجتهد في هذه الأيام المباركات، فنسأل الله العلي القدير أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن لا يخرجنا من عشر من ذي الحجة إلا وقد أعتق رقابنا من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا الشفيع المشفع في المحشر ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه مطلع عليه ويراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم عملا يرضاه، واعلموا أنه لا يضر ولا ينفع ولا يصل ولا يقطع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله. من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على غير الله انزل، ومن اعتمد على الله ما قل ولا مل ولا خل ولا ذل. واعلموا أنه قد أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وعرشه، وثلث بالعالم من إنسه وجنه، فقال: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما إجلالا لقدر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سمعنا ولله أطعنا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إني داع فأمنوا. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، واعلي يا مولانا بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين، اللهم انصر من نصر المستضعفين، اللهم انصر من نصر أهل الإسلام والتوحيد، واخذل من خذلهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالصهاينة فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم ومن والاهم من الدول الغربية والعربية والإسلامية ومن خان أهل الإسلام يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا إننا مغلوبون فانتصر. اللهم انصر أهل الإسلام يا رب العالمين في جميع مواطن يا رب العالمين. نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا والسلامة من كل إثم والفوز بكل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نظلم أو نظلم. نعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. إلهنا سيدنا ومولانا عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا فتولنا، كثر الفساد فنجنا. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الجنة ونعيمها مع السادة الأبرار، نسألك الجنة ونعيمها مع نبينا المختار، ونعوذ بغضبك ومن النار يا عزيز يا غفار.
اللهم أسقنا من يد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. إلهنا سيدنا ومولانا، عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا فتولنا، كثر الفساد فنجنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تعاملنا بما فعله السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا يا رب العالمين، لا تعذبنا فإننا موحدون يا رب العالمين. اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ارفع البلاء والغلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا أو معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.